هعمل معاكم النهارده ان شاء الله تتبيله الشيش طاووق. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ندخل كده نشوف المقادير. معايا نص كيلو من صدور الفراخ مقطعاه كده قطع صغيره، مش صغيره قوي ولا كبيره قوي. طبعا الشيش ممكن تعمليه من الوراك مفيش مشكله، لكن ده كان صدور فقطعته كده قطع متوسطه، مش صغيره قوي ومش كبيره قوي. بعد كده جبت علبتين من الزبادي وخدت عليهم معلقه من الصلصه، وهاخد معلقه من المايونيز، والمايونيز هي هنا يدي للخلطه بتاعتك طعم حلو جدا. وهنزل بمعلقتين كبار من الزيت، وهاخد عصير ليمون. يبقى خدنا معلقتين زبادي، معلقه صلصه، معلقه مايونيز، معلقتين من الزيت، وعصير ليمون. البهارات بقى اللي انت بتحبيها حطيها. انا حطيت هنا فلفل اسمر وملح وجنزبيل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وبهارات فراخ. قلبت كده الخلطه، شايفين ما شاء الله الخلطه شكلها عامل ازاي، وكانت ريحتها تحفه جدا. بعد كده بقى نزلت بقطع الشيش وهسيبها في التتبيله دي ساعتين اتنين. والافضل لو انت عندك وقت وعملتها من بالليل هتدي معاكي طعم احلى. هغطيها كده ببلاستيك راب وهدخلها التلاجة لمدة ساعتين. خلاص كده تمام. هنا بقى بعد ما سبتها في التلاجة ساعتين اتنين، جبت العود الخشب اللي هو بتاع الشيش طاووق ده. انا كنت حطاه في ميه، بلاها كده في ميه شويه لمده 5 دقايق. وبعد كده بقى هنحط قطع الشيش. هنا بقى انا حطيت الشيش من غير بصل ولا طماطم ولا فلفل ولا اي حاجه. لو انت حابه تحطي بصل وطماطم وفلفل دي حاجه ترجع لك، حطي. يعني في تلك الحالات ينفع بالطريقه دي وينفع بالبصل والطماطم. حطيت كده القطع في الستيكس كده زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقه دي. هعمل كل الكميه طبعا بنفس الطريقه. وجربوا التتبيله دي في الشيش، طعمها خطير جدا. والفراخ بتطلع معاكي ما بتكونش ناشفه، بتطلع جوسي وطريه. وزي ما قلت لك ممكن تحطيه في التتبيله من بالليل. الافضل يعني انك تحطيه من بالليل، لكن لو ما عندكيش وقت سيبيه ساعتين اتنين في التتبيله. خلاص كده تمام، انا خلصت كله. بعد كده جبت صينيه وهبدا احط فيها العيدان بتاع الشيش طاووق. طبعا حابه في النقطه دي تعمليها على البوتاجاز، في صينيه على البوتاجاز مفيش مشكله، حابه تحطيها في الفرن برده مفيش مشكله. انا كده هدخلها الفرن. نزلت ببقيه الخلطه كده زي ما انتم شايفين، حطيت الخلطه عليه تستوى. الخلطه دي هتسويه وهيتشرب منها برده، فهيدي معاكي طعم حلو. هنا بقى دخلته الفرن. هنعمل بقى رز بسمتي. جبت كده شويه من الميه السخنه، وبعد كده هنزل بشويه من الزعفران فيها. مجرد ما تنزلي بشويه الزعفران في الميه السخنه هينزل اللون بتاعه. هسيبه كده في الميه السخنه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه في الرز. خدت كده شويه من الزيت وهاخد عليهم معلقه من السمنه البلدي، هتدي معاكي طعم حلو قوي للرز. ونزلت ببهارات صحيحه، قرنفل وكباب الصيني وعود من القرفه. البهارات دي هتحمصيها مع الزيت والسمنه هتديكي طعم حلو قوي. وهنا بقى غسلت كوبايه ونص من الرز البسمتي. والرز البسمتي طبعا كل كوبايه رز بتاخد كوبايتين من الميه، او حسب نوع الرز بتاعك. في رز بيقبل كوبايه ونص ميه، وفي رز بياخد كوبايتين من الميه، تبع نوع الرز. ففي تلك الحالات انا مش بعاير الميه، انا بحط كده بالشكل يعني. هحمص كده الرز، بديله تشويحه. ما بتديله تشويحه كده في السمنه والزيت مع البهارات، البهارات بتطلع الزيوت العطريه اللي فيها وبتدي للرز ريحه حلوه قوي. خلاص كده زي ما انتم شايفين، اسيبه يتشوح شويه. وبعد كده هنزل عليه بشويه من الملح. حطيت هنا شويه من الملح، وبعد كده هنزل بميه مغليه. دايما لما تيجي تعملي الرز بتاعك تكوني غاليه الميه كده في كاتل او في اي حاجه على البوتاجاز. لما بتكون الميه مغليه الرز بيغلي معاكي بسرعه وبيستوي في نفس الوقت بسرعه. خلاص انا حطيت الميه، هغطي على الرز واسيب الرز لحد ما ينشف من الميه بتاعته تماما ويتشرب الميه. بتروحي مهديه على النار وتسيبيه لحد ما يستوي كويس. كده خلاص الرز بدأ يتشرب ميته. وجبت الزعفران اللي احنا عاملينه حطيته كده في نص الرز. وهغطي كده الحله وهسيبه لحد ما يستوي تماما على نار هاديه. هنا بقى جبت بقيه علبه الزبادي. العلبه دي كبيره اللي احنا كنا بنتبل منها. واخد عليها كمان معلقه من المايونيز ورشه من الملح. ومعايا هنا خيار انا مقشراه وبشراه، هي خياره واحده قشرتها وبشرتها. يبقى خدت علبه الزبادي وخدت رشه من الملح وخدت معلقتين كبار من المايونيز. وهقلبه كده كويس، وهنزل بالخياره اللي انا مقشراها وبشراها. عاملاها كده بالمبشره، ممكن انت تقطعها قطع صغيره.
وهاخد عليها شويه نعناع ناشف وعصير ليمونه، ولو عايزه تحط نعناع اخضر برضو بدل النعناع الناشف متاح، مفيش اي مشكله خالص. هقلبها كده كويس، وكده معانا سلطه الزبادي جهزت. هفضيها كده في الطبق، وبعد كده هاخد عليها بس رشه بسيطه من زيت الزيتون، يعني بنص كيلو من صدور الفراخ هتغدي البيت كله، يعني ما شاء الله النص كيلو صدور هيعمل معانا كميه كويسه جدا. خدت كده بقى رشه من زيت الزيتون، وكده خلاص. شايفين الشيش بعد ما خرج من الفرن؟ شايفين ما شاء الله واخد لون عامل ازاي؟ لونه كان جميل جدا وكان طري، وكانت التتبيله بتاعته خطيره. خدت بالفرشه كده من الزيوت اللي نازله منه ولمعت بها الشيش وخلاص. وده الرز اللي احنا عملناه. شايفين الشيش ما شاء الله مستوي، بقول لكم كان طعم التتبيله بتاعته خطيره جدا. وده الرز اللي احنا عملناه، وسلطه الزبادي، وحمرت بطاطس. ودي كانت وصفه النهارده، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.